الموضوع، وبالتالي كان هنالك كتاب. هذا الكتاب طبعا من قبل السيد وزير الدفاع ثابت العباسي بتاريخ 14/1/2023. هذا الكتاب كان معنون إلى هيئة التقاعد الوطنية في موضوعة أسرى حرب الخليج الثانية للعام 91. طبعا ضمن هذا الكتاب هو رأي وزارة الدفاع بصرف الحقوق التقاعدية لأسرى حرب الخليج، وهذا باعتباره لهم يعني الكتاب كان قاعدة ثابتة لاستحقاق حقوقهم. الكتاب كان جدا واضح وصريح، وعرضناه احنا في حلقاتنا اللي احنا بيها كنا متبنين قضية أسرى حرب الخليج، وبتوقيع معالي سيد الوزير ثابت العباسي، وتم تزويدهم بالأسماء وقرص كامل بالأسماء. تم طلب صرف حقوقهم التقاعدية ضمن هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائي، أرجو إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلام. أصدقائي، طبعا الملف الشائك الذي سبحان الله الدولة عاجزة عن حله هو ملف أسرى حرب الخليج. وكما قال كاظم الساهر: كثر الكلام عن التي أهواها. الإعلامية الأخت كفاح حسن البث البارحة اللي ظهرت فيه، وهي من جديد تتحدث عن قضية أسرى حرب الخليج، وفي دخول بتفاصيل بين مفوضية حقوق الإنسان وتعاونها في القضية، وإرسال ملفات أسماء الأسرى بقرص مدمج وأوراق أو أسماء ورقية، ويعني ملفات ورقية عفوا، والسيد وزير الدفاع وتوقيعه ثابت العباس على كتاب حقوق الأسرى ورفعها إلى هيئة التقاعد الوطنية، وإلى آخره. سرد طويل، وهذا منذ عام 2023 ونحن في عام 2025، وما زالت القضية في أدراج دوائر الدولة. وأخيرا زيارة دولة رئيس الوزراء إلى هيئة التقاعد الوطنية، والأمر شفوي مع ماهر رشيد البياتي أنه يعجل بإنهاء هذا الملف، لكن لم نرى كتب رسمية من دولة رئيس الوزراء يخاطب بها البياتي، وإنما كلام شفهي، وكأنما احنا رايحين نتسوق من العلوة واحد التقوى الثاني. شاهدنا بالكلام. لماذا تظهر اليوم هذه البثوث، ولماذا الكل متحمس حول قضية الأسرى؟ الجواب: قرب الانتخابات ونهاية الحكومة وبداية حكومة جديدة، والاستفادة من هذه الأعداد لدعايات انتخابية. الكل اليوم يتسارع على إنهاء هذا الملف، وخلال 4 سنوات لم ينتهي هذا الملف. عجيب، لماذا اليوم بالذات؟ هذا هو السؤال الذي يراود الجميع. نعم، الكل يعرف أن الأسرى لهم حقوق باعتراف الجميع، من رئيس هرم الدولة إلى أصغر موظف في هذه الدولة. هناك قرارات كثيرة: 262، 333، قانون رقم 1، وأخيرا وليس آخرا كذلك في زمن عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الأسبق صدر قرار 107. وأيضا هذا القرار كان يوجز ويعني يأمر إنهاء هذا الملف خلال 6 أشهر، خلال فترة أقصاها 6 أشهر. لكن تنحي عادل عبد المهدي عن رئاسة الدولة، توقف هذا القرار، وكذلك قرار 2096 ب14/1، وعدة قرارات كثيرة كلها تصب في خدمة الأسرى وإنهاء هذه القضية. لكن عندما نأتي إلى التنفيذ تتوقف هيئة التقاعد أو مديرية التقاعد العامة بقيادة البياتي ولا ينفذ شيء. كذلك وزارة المالية لا تخصص تخصيصات مالية لهذه الشريحة.
هسه ليش هاي انتم تعرفوها. المهم اللي كثرت المواعيد. كذلك السيد عامر عبد الجبار، وهو كان وزير سابق والآن هو برلماني ورئيس تجمع الفاو وزاخو ورئيس المعارضة في البرلمان العراقي، الآن طلع علينا وقال إنه يدافع عن حقوق الأسرى. أين كنتم؟ أين كنتم حتى تدافعون الآن؟ هل هي قضية جديدة؟ هل هي الآن ظهرت إلى السطح؟ ألم تكونوا تعلمون بها؟ فلقاء مع السيد الفريق الركن غسان الحسيني في بث، وهو يوعد السيد غسان الحسيني بأن سوف يتبنى القضية ويدافع عنها. يقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. اللي قبله كان السيد السوداني، كان نائب وكان مدافع قوي وشديد لهذه الشريحة، وعندما تسلم زمام الأمور يتحدث خجلا عن هذه الشريحة وحقوقها. فمن الذي يمنع يا سيد عامر عبد الجبار، مع احترامي لشخصك الكريم، أن تكون أنت كذلك؟ ما هو هذا شيء وارد. كذلك أخواني في لقاء مع النائبة بسمة بسيم بلقائها مع الدكتور عثمان الجحيشي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، بعد أن التقت حسب ما يقول الخبر، بعد أن التقت ب3 فئات، وهم متقاعدو الجيش السابق ومدربو يوم النخوة وأسرى حرب الخليج. وأيضا أعلن السيد الجحيشي عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة الملفات ووفق الأطر القانونية وتسريع إنجازها. عجيب يا دكتور عثمان، رجعنا للجان، يعني ما شبعت اللجان. الأسرى ملوا كلمة لجان. اليوم من أسأل أي أسير بالشارع أقول له لجنة، يقول لي كفرتنا باليوم اللي سمعنا به هذا الاسم في اللغة العربية. رجعنا للجان وحيرتونا. هرم الدولة يقول انجزوها بسرعة وأنتم تقولون لجان. انظروا إلى التناقض أخواني في الكلام. كذلك تقول النائبة دعمها المطلق لهذه الفئات مشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة لضمان إصدار القرارات سريعا وتحقيق الاستحقاقات المشروعة لهذه الفئات. طيب يا ست بسمة، وين كنت خلال هذه الفترة؟ يعني الآن اليوم صحيتوا وقلتوا يابا ترى احنا ناسين الجماعة، صدق عند نهاية الدورة الانتخابية، عند نهاية الحكومة، اليوم صحيتوا قلتوا هذول لهم حق لازم ننطيهم. وين كنتوا هاي الفترة؟ هسه الآن بديتوا تفكرون بحقوق الفقراء. وكذلك نستمع لهذا البث لأخونا الأسير أبو عيسى الشبلاوي، تحياتنا إليه. وصل اتصال هاتفي من الفريق الركن خضير الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية. نستمع احنا وياكم لهذا التسجيل ونرجع نكمل كلامنا. اخواني الاعزاء، يخصكم بالسلام فريق خضير. قال اخوان احنا متابعين القضيه وما ناسينكم ترى، ومتابعين قضيتكم ورفعت من يمنا هي والاسماء مالتكم رفعت للتقاعد حصرا. قال تراجعون التقاعد، شغلتكم الآن احنا متابعينها للتقاعد ومنتظرين بس التخصيص المالي. مثل ما سمعتوا اخواني، اخوكم ابو عيسى الشبلاوي وهو احد اسرى حرب الخليج، البارحة تلقى اتصال من الفريق الركن خضير الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومثل ما سمعتوا قال له
إنه معاملتكم انتهت من يمنا ورفعناها للتقاعد ومنتظرين التخصيص المالي. نفس العملية طبعا مع احترامنا للأخ أبو عيسى. أبو عيسى الرجل متلقي الخبر وأحب أن يفرح أخوانه ويطمنهم، لكن التسويف والمماطلة من الدولة. أين كنتم عن هذه الأخبار؟ لماذا تماطلون؟ الجواب: لأن موعد الانتخابات قد حددت يوم 11/11 انتخابات تنسيقية، ونحن على أبواب شهر شهرين مو أكثر تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، وليس من حقها توقيع أي قرار، ثم ندخل في الصمت الانتخابي وقبله التسقيط الانتخابي، وتبدأ تخرج مثل ما نقول تخرج الحياية من زواغيرها، وتبدأ تخرج الإخوان السياسيين إلى الشارع وينزلون إلى طبقات الفقيرة ويوعدون بنعمل كذا ونسوي كذا وننزل لكم النجم وننزل عليكم المن والسلوى ونفرش الطرقات بالورود وأبوابنا مفتوحة صدورنا مفتوحة، ادفع الباب برجلك وادخل علي وانت صاحب حق وأنا خادم إلى من هالكلام هذا اللي لا يقدم ولا يؤخر. وقد أثبتتم كذبكم أيها السياسيون في خلال الدورات السابقة. نحن نتذكر هذه الدورة عندما دخلوا التشرينيون بالتوك توك وخرجوا بالتاهو. يتذكر كل الشعب العراقي هذه الفقرة وهذا الفيلم الهوليودي المفبرك عندما عملوا أنهم مع الشهداء وتركوا دماء الشهداء تسيل في الشوارع بدون طائع وبدون محاسبة. إخواني، الآن ظهرت هذه البثوث لأن أخواننا الأسرى شدوا العزم والهمة نحو مظاهرة قوية تزلزل أركانهم يوم 5/5، والعراق مقبل على يوم 17/5 في لقاء القمة العربية، وزعماء العرب يكونون في بغداد السلام، بغداد الحبيبة. لذلك ليس من مصلحة السياسيين ولا مصلحة الحكومة أن تخرج هذه المظاهرات قبيل دخول زعماء العرب من ملوك وأمراء ورؤساء. طبعا هذا لا يعجب الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، لذلك حركت أذنابها بوسائل تخديرية لقضية الأسرى حتى تفت من عزمهم. كذلك أن المظاهرات ليس فقط للأسرى بل المتقاعدين وكذلك الفلاحين وغيرهم من الفئات كلها تطالب بهذه الحقوق، وهذه فرصة ذهبية للشعب العراقي للاقتصاص من سياسيين الدولة. هذه فرصة ذهبية يجب أن لا يضيعوها أخواننا الأسرى وبقية الفئات. كما قلنا المظاهرة هي واجب شرعي وأخلاقي لمن يطالب بحقوقه. لذلك نتمنى من كل الأسرى أن لا يتخلفوا ولا يبتعدوا ولا يتفتتوا ولا يجعلوا من يدخل بينهم لينقل الأخبار حتى يشتتهم عن هدفهم الأصلي. أخوان، لكم في السنوات السابقة، السنوات العجاف، شاهد على صدق كلامي، كانوا يبثون سمومهم من خلالكم بوسائل وبعبارات تخديرية ونحن. عجبا، البرلماني يعدكم بالحقوق، ورئيس الدولة الذي كان يعدكم سابقا عندما كان برلماني وعندما كان وزيرا الآن أصبح بيده المفتاح ولم ينهيها. زيارته لهيئة تقاعد ما هي إلا تخدير. قال بالصوت الصريح أنهوا قضية الأسرى في أسرع وقت. ما الذي حصل؟ كانوا يتأملون أسبوع والآن مر أكثر من شهر ولم تتحرك من مكانها. مجرد وعود ذهبت عادت
بدون كتب رسمية، مجرد كلام، وآخرها ظهر علينا كتاب أنه خلال 10 أيام ينجزون ما تبقى، ومرت 10 أيام دون طائل، وأتى اتصال لأحد إخوانكم وبشركم به دون أن نرى شيء على أرض الواقع. إذن إخوان، نستفيد من هذا أن نكون منتبهين وحذرين، وألا نتراجع عن المظاهرة. في حال منا من هذا اليوم إلى يوم 5/5 إذا لم يتحقق شيء، إذن أنتم متهيئون وعازمون وثابتون على المظاهرة حتى نزلزل أركان من يسد آذانه ويغلق عينيه عن سماع الحقيقة وصوت الحق وحقوق الناس. أما إن أتت الأخبار طيبة حسب ما وعدوا وحصلتم على حقوقكم أو على سقف زمني لإنهاء قضيتكم في هذه الحكومة، انهاء قضيتكم في هذه الحكومة وليس ترحل إلى الحكومة القادمة، لأن احنا عرفنا في زمن الكاظمي وقبله في زمن المهدي عادل عبد المهدي كلما يصدرون قرار تأتي الحكومة التي بعدها ولا تعترف به وتعيد الملف إلى دائرته الأولى ومربعه الأول. إذن حتى نكون على بينة، نريد قرار صادر رسمي ملزم الدولة خلال هذه فترة هذه الحكومة أن ينجز هذا الملف بالفترة السريعة كما حددوها ليلة البارحة في البث المباشر الأخوان، وقالوا خلال شهر، وأنا أقول خلال أقل من شهر، لأن الوقت ليس بصالح الأسرى نهائيا. لذلك أخوان، لا تتراجعوا. إن حدث شيء والفريق خضير الساعدي إن صدق بكلامه مع الأخ أبو عيسى الشبلاوي والوعود الأخرى كان بها، وكفى الله المؤمنين شر القتال. احنا لا يريدون الأسرى الدخول في معترك الدولة وزهاليق الدولة مثل ما يقال، وإنما أخوتي الأسرى يجب عليكم في حالة إنه ثبت التسويف والمماطلة والكذب والضحك على الذقون كما هو ديدن الدولة وديدن السياسيين خلال السنوات العجاف، إذن ليس أمامكم سوى المظاهرة القوية الشديدة، ونترك كل الخلافات ونترك كل المهاترات ونتحد نحو هدفنا الأول والأخير هو لنيل الحقوق، وأن تتقدمون بصوت ثابت وقوي ولا تتراجعوا حتى نيل حقوقكم، وليس تنسحبون بالتخدير والكلام المحسوب. آسف على الإطالة، تحياتي لكم. ونكرر، المظاهرة واجب شرعي وأخلاقي على كل طالب حق، والدستور يكفل للجميع. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.